تتبيله الفراخ: طماطم وفلفل وبصل وثوم، فلفل اسمر وملح وبهارات فراخ ومستكه وحبهان وورق لورا، ودي 7 بهارات، ودي كبابه صيني، وهنحط خل وهنحط ليمون. ضربتها في الخلاط اهو، حطيت خل وحطيت عصرت ليمونه وحطيت مكعب مرق دجاج، حطيت مكعب مرق من ده، وهسيبها بقى ايه على بيات. لازم تبات في التتبيله دي ليله كامله. صباح الخير، ازيكم حبايب قلبي؟ انا هعمل النهارده فراخ مشويه. طلعت فرخه بالليل، قطعتها وتبلتها معاكم وسبتها في التلاجة. قلت الصبح اشويها، قطعتها قدامكم وتبلتها بالتتبيله اللي انتوا شفتوها: فلفل وبصل وطماطم وتوم وحبهان ورق لورا ومستكه وفلفل اسمر وملح وكبابه صيني وبهارات فراخ و7 بهارات ومكعب مرق الدجاج. التتبيله كانت قدامكم، قلت اعملها بالليل عشان تبات في التتبيله، عشان لازم ايه طالما فراخ مشويه تبات في التتبيله يبقى طعمها احسن، وخل وليمون. نشويها بقى مع بعض. اشغل الفرن ويحطها على الشبكه، يحطها في صينيه. مشغله الفرن من فوق ومن تحت اهو. وهحط الصينيه تحتها عشان اي سوائل تنزل فيها. هنا كان عندي بانيه، طلعته وعملت بيضه بشويه لبن وفلفل اسمر وملح، وهنا دقيق على فيجيتار، وبرده بهرته بنفس البهارات بتاعه الفراخ، نفس البهارات اللي انا حطاها في الفراخ المشويه. حطيتها على الدقيق والبقسماط. عايزه تعملي بفيجيتار، عايزه تعملي بقسماط، عايزه تعملي بدقيق. انا حطيت دقيق على البقسماط. هعمل هنا الرز. حطيت معلقه سمنه بلدي كبيره، حطيت 3 فصوص حبهان،
ودي خلطة الكبسة. بسم الله. هشوح البهارات ديت واقوم حاطه الشوربه وارجع لكم تاني. حطيت الميه اهو. الكيس البهارات بتاعه الكبسه دي فيها كل حاجه، يعني انا اللي عملته حطيت سمنه بلدي، شوحت المستكه اللي انتوا شايفينها ديت 3 فصوص حبهان قصدي، وحطيت كيس الكبسه دي وقلبته في الزيت شويه وقمت حاطه الميه وحبيتين لون، ولا هحط قرفه ولا هحط حاجه لان الكيس فيه كل حاجه، فيه البصل البودر والثوم البودر، في كل حاجه. ساعه بس ما الميه تغلي هقوم حاطه الرز. ساعة ما المية تغلي معانا اقوم حاطة الرز واسيبه بقى ساعة ما المية تنشف هسيبه يضرب كده. الرز شرب المية بتاعته اهو. كده انا خلصت الغدا. دي الفراخ المشوية وده الرز المتبهر. على فكرة ده مش رز بسمتي، ده رز مصري. انت هاتي خلطة الكبسة واعمليه. ودي البانيه، كان عندي كيس بانيه طلعته زي ما قلتلك، عملت بيضة وشوية لبن وشوية بقسماط على دقيق وقمت عاملاه، وقمت واخدة من البانيه قطعتين عملتهم ستريبس برضو نفس الخلطة بتاعت البانيه، وقمت قليه معاه وقطعت بصلتين وقرنين فلفل ودعكتهم بملح وفلفل اسود. عايزه تحطي خل، عايزه تحطي ليمون حط. ده كان غدانا النهارده يا قلبي. يلا باي.